السلام عليكم مربين الدواجن في كل مكان، اهلا وسهلا بحضرتك. هل من الافضل والاوفر انك تستخدم العلف النامي ال21% لاخر الدورة لحد ما تبيع الفراخ، ام من الافضل والاوفر انك تستخدم العلف الناهي 19% من عمر مثلا 25 يوم لاخر الدورة؟ كلنا عارفين ان العلف السوبر 23% بينزل من اول يوم حتى عمر 15 يوم تقريبا، او بما يعادل 600 جرام لكل طائر. والمفروض علميا والصح انك تشتغل بالعلف النامي ال21% من عمر 15 يوم إلى 25 يوم تقريبا. لكن بعد عمر 25 يوم هنا اختلفت الآراء، كل واحد حسب تجربته الشخصية بينصحك وبيديك نصيحته. في ناس تقولك لا، أنا أول ما استخدمت العلف الناهي اللي هو من عمر 25 يوم الدنيا باظت والفراخ تعبت. وواحد تاني ينصحك ويقولك اوعى تستخدم النامي لآخر الدورة لأنه ممكن يدمر لك أو يقلل لك المناعة بسبب إنه بيأثر على كلية الفراخ. ما هي المعلومة الصحيحة؟ الأفيد لحضرتك إيه؟ الأفيد لفراخك إيه؟ وإيه كمان أصل الحكاية؟ ليه النقطة دي بالذات عليها خلاف كبير ما بين مربيين الدواجن؟ كل دي معلومات وتريكات هنعرفها مع بعض حالا، لكن كالعادة قبل ما نبدأ ما تنساش إن اشتراكك يشرفنا، ويلا بينا حالا نبدأ على بركة الله. أصل الحكاية يا شباب وبصراحة ومن غير زعل إن كان في بعض المصانع أو شركات العلف يبدأ إن هو يحط لك الخامات الرديئة والتركيبة اللي هي نص كم في العلفة الناهي، وده بيحصل للأسف في معظم الدول العربية لأن إحنا ما عندناش ثقافة الجودة في العمل أو الجدية في العمل. أنت نفسك ممكن في عنبرك تلاقي شوية أدوية اكسباير، شوية أدوية مفتوحة أي مكان، يعني ممكن ان انت تأجلهم لاخر الدورة وتقول لنفسك اخر يومين 3 حطهم وخلاص، كده كده مش هيلحق يحصل حاجة للفراخ. نفس الثقافة دي عند مصنع العلف، عنده شوية ذرة او عنده شوية صويا او البريمكسات مش كويسة او اي مكان المنتج اللي عنده، ممكن يقول لنفسه او ضميره يعني حلل له ويقول له يا سيدي اخر يومين 3 ارميهم لاي حد هيأكل ويبيع بعد يومين 3. الثقافة دي هي للأسف اللي كانت منتشرة زمان. احنا دلوقتي في العصر اللي احنا فيه اعتقد ان التنافس اللي مع الشركات ومصانع العلف حاليا فيه تنافس شديد. التنافس ده خلق ان كل واحد بدأ يهتم بقى بالجودة وكل واحد عايز يبني اسم في السوق، فأصبح النهاردة الخامات كلها كويس. لكن اللي كان بيحصل زمان ان المربي ياخد العلفة الناهي عمر 25 يوم ومفيش 3-4 ايام تلاقي الفراخ تعبت منه على عمر مثلا 30 يوم، فيكتشف ان لو كان كمل بالنامي لان زميله مثلا مكمل بالنامي او حد تاني مكمل بالعلف النامي ما عندوش مشكلة، هو دايما بيلاحظ ان كل ما يحول العلف النامي لناهي تبدأ تحصل مشاكل ونافق والمناعة تنزل منه. الحقيقة ان انت كمربي عندك حق، كان فعلا ده بيحصل احيانا في بعض مصانع العلف. لكن حاليا اذا حضرتك قدرت تمسك او تكتشف او تحط ايدك على مصنع سمعته كويسة، ناس عندها ضمير وبيطلعوا العلف السوبر البادي زي العلف السوبر الناهي، نفس الخامات نفس الجودة التركيبة السليمة، فانت هتكون مستفيد اكتر لما تسمع كلام العلم وتحول العلف لناهي من عمر 25 يوم. ليه؟ لان العلف الناهي ده فيه طاقة اعلى فبيديك تحويل اعلى. انت لو فراخك كملت بالعلف النامي بيحصل عدم اشباع غذائي، يعني الفراخ ما بتشبعش مهما تاكل، يحصل ان القناة الهضمية بتاكل علف اكتر عشان توصل للطاقة اللي هي عايزاها او الاشباع الغذائي اللي هي عايزاه وما بتوصلش، فبتفضل الفراخ تاكل اكتر. لكن الاكل الكتير ده ما بيكونش بنفس معدل التحويل الغذائي لو انت بتأكل فراخك علف ناهي. معلش من الاول تاني علشان نفهم، يعني العلف الناهي 19% افيد من عمر 25 يوم. معظم سلالات الدواجن بتنصح انك تغير العلف لناهي عمر 25 يوم علشان تحصل على القيمة الغذائية او معدل التحويل، لان الطاقة اللي الفراخ المفروض توصل لها من العلف الناهي تمام بتحصل عليها بكمية علف اقل،
فانت هتحصل على معدل التحويل اللي انت عايزه باقل كمية علف. لو ما حولتش لناهي الفراخ هتاكل اكتر عشان توصل لنفس معدل التحويل اللي انت عايزه من الناهي. الاكل الكتير هنا لو فرق مثلا 5% زيادة اكل كتير لكن هتوصل لنفس الوزن، هيحصل ان ال5% دول هينزلوا مع القناة الهضمية او مع الزرق، لن يستغلهم الجسم. يعني انت فراخك هتاكل وهتوصل للوزن اللي انت عايزه لكن بمعدل علف زيادة شوية، فهنا انت هتخسر اكتر. يبقى اول خسارة هي خسارة اقتصادية في كمية العلف او معدل التحويل الغذائي. الخسارة التانية ان البروتين الزيادة اللي الفراخ عمالة تاكل فيه، لان النامي 21 بروتين والناهي 19، فالفرق في البروتين الزيادة ده بينزل بعد كده على الكلية وفعلا بيأثر على كلية الدواجن، وبيحصل ان انت كده بتعمل ستريس وضغط على مناعة الطيور. فاذا من الافضل مناعيا ومن الافضل علميا، تمام، من الافضل اقتصاديا ان انت تحول لعلف ناهي من عمر 25 يوم وتكمل بيه لاخر الضغط، لان الطاقة العالية في العلف الناهي هي الطاقة المطلوبة بالفعل للحصول على الوزن المثالي. والا لو رحت للنامي هتضطر الفراخ هتضطر تاكل اكتر شوية عشان توصل لنفس الطاقة او معدل التحويل الغذائي. الفرق هنا هيحصل فيه خسارة في كمية العلف ولو 5%. انت مش هتشوف او هتلاحظ الموضوع غير ملاحظ، لكن لو انت حسبتها كالعادة زي ما اتفقنا مع بعض، لما بتمسك ورقة وقلم وتحسب تلاقي فيه فعلا فرق اقتصادي انت اولى بيه. النقطة التانية انه ممكن يكون ستريس على كلية الفراخ. اخر نقطة في حلقتنا النهاردة، هو لازم يعني يا دكتور ان انا ااكل لحد 15 يوم؟ ما ينفعش 19؟ ما ينفعش 12؟ الكلام ده متغير حسب حالة الفراخ عند حضرتك. يعني الافضل انك تاكل 600 جرام. طب افرض ان انت فراخك فيها نقرس، افرض ان في مشكلة في الكلية عندك، الفراخ فيها مشكلة في الكلية، يبقى الافضل انك تحول للنامي بدري شوية. نفس الكلام ولكن بالعكس، لو فراخك ضعيفة شوية وما فيهاش تحويل وعايزة فيتامينات واملاح معدنية اكتر، يبقى ممكن نكمل بالسوبر البادي لحد ما تاكل حتى كيلو لحد 19 يوم. ليه؟ لان السوبر البادي فيه بريمكسات وفيتامينات وفايده وقيمه غذائيه وبروتين اعلى شويه من العلف النامي. فاذا تقدر ان انت تكمل بالبادي لحد كيلو، بس اخرك كيلو. يعني اعمل حسابك ان اكتر من كيلو هتخش في ضرر كبير. وبرضه ما تقللش عن نص كيلو عشان ما يحصلش نقص في معدل التحويل الغذائي. لكن لو هنمشي على مبدأ خير الامور الوسط، يبقى الافضل 600 جرام علف بادي سوبر 23%، اللي هو تقريبا بيخلص على عمر 15 اخرك 16 يوم، وتكون الامور خلاص تقدر ان انت بعدها تحول للسوبر النامي 21%. بعد كده بتأكل السوبر النامي تقريبا 10 ايام، يعني على عمر 25-26 يوم تقدر ان انت تحول لناهي. لكن ممكن بعض الناس يكمل لحد 30 يوم. برضو التحويل هنا بيعتمد على تشريح الفراخ، وهل الكلية بتاعت الفراخ فعلا كويسة تستحمل تكمل بالنامي، ولا الافضل انك تريح الكلية شوية وتحول لناهي. وايضا ما تنساش ان يكون المصدر اهم حاجة موثوق فيه، يضمن لك ان العلف الناهي ده ما فيهوش مشاكل، ما فيهوش سموم، بريمكساته وتركيبته كويسة علشان تحصل على معدل تحويل عالي، وتكون حضرتك المستفيد من عملية التحويل مش المتضرر من عملية التحويل. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. يا رب أشوفكم دايما في خير وأحسن حال. كان معكم دكتور سامح عسل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.